أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على صفوة خلقك ورسلك سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس السابع في شرح كتاب المنير فعلى بركة الله نمضي. وقد عندنا ملاحظة أو ملاحظتان بخصوص البسملة، وهو أنه إذا كان الإنسان يبتدئ، سأقرأ، يقول إذا كان في صفحة 41 إذا كان أول الآية المبتدأ بها اسما من أسماء الله تعالى، يعني الآية تبتدئ باسم من أسماء الله، مثل الله ولي الذين آمنوا، أو ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، نحو قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، أو الرحمن على العرش استوى. هذه أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. أو ضمير يعود إليه جل وعز، نحو إليه يرد علم الساعة. يقول فللقارئ وجهان استحبابا: أولا قطع الاستعاذة عما بعدها، يعني ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، لأن أصبح لها الضمير لمن يعود للشيطان الرجيم. هذا أو بالعكس، مثلا الشيطان يعدكم الفقر، وبسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. الأولى أنك يعني تبعد لفظ الجلالة عن لفظ الشيطان والعكس. فيقول فللقارئ وجهان استحبابا: أولا قطع الاستعاذة عما بعدها، أو الإتيان بصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نقول إن الله هو السميع العليم، حتى لا يكون الاسم يعود إلى الشيطان. أو مثلا إذا كنت تستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إليه يرد علم الساعة، صار إليه يرد علم الساعة، لمن يعود؟ نقول إليه يرد علم الساعة، وراء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع. يعني تفصل ما بين الشيطان الرجيم ثم تأتي بأداة الفصل إن الله هو السميع العليم. أولى والأفضل أنك تأتي بالبسملة هذه. أما إذا كان أول الآية المبتدأ بها اسم الشيطان أو ضميرا يعود عليه، نحو قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، أو لعنه الله. لعنه الله كلام يعود على الشيطان، العفو، على الحق تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يقول لعنه الله. فعندئذ يستحب للقارئ عدم الاتيان بالبسملة، يعني أنت مو معقولة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. هي اللائقة أنك يعني تقرن ما بين لفظ الجلالة بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر، يعني لا تجعل لفظ الشيطان مجاور علما أقرب مذكور اللي هو لفظ الجلالة أو الله تبارك وتعالى أو أي صفة من صفاته أو أي اسم من أسمائه. فعندئذ يستحب للقارئ عدم الاتيان بالبسملة أو قطع البسملة عما بعدها، يعني لا تصل البسملة تصلها بهذه الآيات، يعني تقول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر. لا، افصل. بسم الله الرحمن الرحيم قف ثم قل الشيطان يعدكم الفقر. أو بسم الله الرحمن الرحيم قف ثم قل لعنه الله. لا تربط ما بين لعنه الله وما بين ما بين البسملة. أو قطع البسملة عما بعدها. أعتقد هي هذه الملاحظات التي يعني فاتتنا. طيب، هاي الأسئلة أخواني تقرأوها، خلاصة الأسئلة أقرأوها، وإن شاء الله نحاول نكمل المخارج والصفات ونجري اختبار تحريري بإذن الله تعالى. نبدأ في الفصل الثالث اللي هو مقدمة في كيفية حدوث الأصوات. وهذا قرأوا أنتم الصوت شلون يحدث، قرأوا أنتم. وممكن نلخص النقاط حتى نستفيد من الوقت. أنتم تعلمون أن الصوت الإنساني تشترك فيه مجموعة من أعضاء النطق، ابتداء من الرئتين والحجاب الحاجز، ثم الحنجرة واللسان والشفتين، وبعض هذه الأعضاء لها دور مباشر وبعضها له دور غير مباشر. حتى القولون يؤثر على إنتاج الصوت. صدقوني الإنسان عندما يكون متأثر عند القولون العصبي ما يستطيع أن يتكلم وأن يتنفس. فأحيانا يعني الجسم البشري هو مجموعة من الأعضاء، إذا تداعى منه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصرا مفيد، الإنسان عندما يتكلم يضغط على الرئتين بواسطة الحجاب الحاجز. الرئتان هي عبارة عن نفاختين، ثم الضغط عليها الحجاب الحاجز يندفع الهواء عبر القصبة الهوائية ثم يصعد إلى الحنجرة، ثم تحدث عملية ميكانيكية الصوت. طبعا هذه آلية معقدة جدا، يعني احنا نسولفها مرات بسهولة، لكنها هي عملية معقدة جدا جدا جدا، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعلها آية من آياته عندما قال واختلاف ألسنتكم الوالد. عملية إنتاج الصوت البشري عملية معقدة جدا، ومجرد أن يتغير موضع اللسان أو أسلوب اندفاع الهواء يتغير معالم الصوت. إذا الهواء هو مادة الصوت الإنساني اللي هو الزفير. فالإنسان ما يتوقف عن التنفس في جميع أحواله ما دام حيا، لكن حدوث الصوت اللغوي يرتبط بإرادة الإنسان. أنت الآن عندما تريد أن تتكلم بإرادتك، لكن ليس بإرادتك ألا تتنفس، صح؟ الإنسان يجوز لمدة دقيقة إذا ما تنفس يموت، لكن بإمكانك أن تبقى نهارا كاملا لا تتكلم. إذا الصوت إنتاجه بإرادة، أما النفس فهو من غير إرادة، هو بالطبع. يعني
هكذا خلقنا أننا نتنفس والنفس لا يرافقه صوت. ما هو الذي يرافقه الصوت؟ ما هو الذي يرافقه يعني الصوت؟ النفس عندما يحدث فيه تصويت يسمى صوتا. نعم. أما إذا لم يكن معه صوت لا يسمى نفس، يسمى نفسا. طبعا راح يندفع الهواء حيمر عبر الحنجرة أو الحنجرة. في داخل الحنجرة يوجد وتراني صوتيات. هذا صندوق مقفل، الهواء اندفع، هذا التجويف يندفع، فتبدأ الحبال الصوتية تتذبذب. لذلك هذه الحبال عندما يحدث فيها التهاب أو عاهة أو مرض تشوف أنه الطبيب يمنع المريض من التكلم حتى ترتاح الحبال الصوتية. اهتزاز الحبال الصوتية من حيث القوة ومن حيث تقاربها أو ابتعادها ينتج لنا أصوات متعددة. وكلما تقاربت الحبال الصوتية أنتجت حرفا شديدا، وكلما تباعدت الحبال الصوتية أنتجت حرفا مهموسا. سنلاحظ ذلك إن شاء الله. فإن أراد الإنسان إنتاج صوت لغوي احتاج إلى تحريك أعضاء آلة النطق باعتراء هواء الزفير وتضييق مجراه أو غلقه وفتحه. الصوت إذا ما يصير فيه تضييق وأحيانا غلق شبه تام ما يصير إنتاج الصوت. ستلاحظ هذا اللي يعزف بالناي، الناي به فتحات صح؟ شو يسوي؟ يفتح ويغلق، يفتح ويغلق. إذا عملية إنتاج الصوت عملية تضييق لمجرى الهواء فينتج الصوت الإنساني. أما إذا كان الهواء يجري بممر واسع ما تسمع صوت، يجوز تسمع صوت بسيط، بس كلما تغير مجرى الصوت مثل الماء عندما يتغير مجراه يحدث صوت من صوته. لكن إذا كان يجري بحرية تسمع صوت خفيف، صوت الجريان. يعني كلما لاحظ أنت من يكون الحنفية الماء يعني هي كلها مواد، كلها قانونها واحد. مرات أنت تفتح الحنفية تسمع صوت بالماء. ليش هذا يصير الصوت؟ هو البوري خلينا نقول أو النص إنج أو 3/4 إنج يمر عبر الحنفية، ويمر عبر الحنفية القطر مال الحنفية قليل صح؟ إذا متغير صح؟ كان قطر واسع صار تغير فنسمع صوت الماء. لكن لو كان بالعكس من ضيق إلى واسع ما تسمع يجري. فإذا عملية إنتاج الصوت الحقيقة إما بالتغير وأحيانا بالتصادم. بس أنت شوف سيارة يتصادمون ماذا يحدث؟ صوت. أي شيء تجيب حجر اضربه بحجر ماذا ينتج؟ ينتج لك صوت. إذا الصوت ينتج إما بالتغير في مجرى الهواء بالنسبة للصوت أو تصادم بين طرفي أعضاء النطق. الآن هاي العملية اللي أتكلم بها في كل أجزاء الثانية أو تصادم وتغير. وهذه المقاطع لو تشوفوها على اليوتيوب آلية النطق آلية معقدة جدا جدا جدا، بحيث أنك الآن الجملة تكلمنا في أجزاء من الثانية يعني مئات العضلات تتحرك وانقباضات وانبساطات وتغير، وكل هذا يحدث في قدر محسوب وينتج الصوت الإنساني. وأي خلل في أي مجرى من مجرى الهواء يعني عيب خلقي تشوفه أنه الإنسان قد لا يستطيع أن يأتي بحرف معين كالألفة مثلا.
اللي يقتل حرف الراء يقترب به نحو الواو مثلا أو نحو الثاء، أو أي عيب في عضلة من العضلات أو في عصب من الأعصاب تشوف أنه يتتأتأ ويتتعتع في نطقه. فإذا عملية النطق إخواني عملية معقدة جدا. نحن وظيفتنا بسبب ما دخل على لغتنا العربية من العجمة وألسنتنا أصبحت غير فصيحة، وهذا ما فعله الاستعمار بنا أو الاستدمار إن صح التعبير. يعني الاستعمار من التعمير، هم لم يأتوا للتعمير وإنما أتوا للتدمير. فحولوا لغتنا العربية وأدخلوا لنا اللهجات العامية، وبالتالي أصبحت ألسنتنا غير فصيحة. لاحظ الآن العربي لا يفخم التفخيم الفاحش. يعني نشوف كثير من القبائل العربية الأقحاح تجد عندهم تفخيما، هذا ليس من أصول اللغتين. العربي لا يعرف التفخيم الفاحش، لكن الآن أنك تجد تفخيما فاحشا في كثير من مناطق العراق. في الجهة الغربية راوة وعامة وحتى الرمادي ويعني كثير من المحافظات العراقية حرسها الله تجد تفخيما فاحشا. يقول له هاشم يقول لك هوشم، يقول لك شاي يقول لك شاي، يعني تفخيم. وهذا منين جاء من الأعاجم. يعني الأعجمي يميل بالألف نحو الواو. يقول لك قال يقول قول، اللهم الله، كله تفخيم فاحش. العرب ما في القرآن الكريم ما في تفخيم فاحش، في تفخيم متوسط لكن ما في تفخيم فاحش. القرآن الكريم نزل بالتفخيم المتوسط اللي هو شنو؟ التفخيم المتوسط اللي هو نسميه الفتح، يعني أنك تفتح فمك فتحا متوسطا. يعني كيف؟ قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فمي ليه فتحا متوسطا، هدى. ما أقول هدى وأمين بنا، هذا تفخيم فاحش. فإذا عمليتي الشهيق والزفير هما العمليتان اللتان تحدثان الصوت البشري. فإذا أراد الإنسان إنتاج صوت لغوي احتاج إلى تحريك أعضاء آلة النطق لاعتراف. شوف يقول لاعتراف، يعني شو الاعتراف؟ يعني تضييق. الاعتراف تضييق. هذا إذا تعرف أن الصوت البشري ينتج بأحد طريقين، إما بتضيق مجرى الهواء وإما بتصادم طرفي أعضاء النطق. لاعتراض هواء الزفير وتضييق مجراه أو غلقه وفتحه مما يؤدي إلى حدوث الصوت، والأصوات اللغوية تحدث من هواء الزفير. كان الأجدر به أن يقول أيضا الصوت البشري ينتج أو ينتج بتصادم بين طرفي أعضاء النطق البشري. وعملية إنتاج الأصوات اللغوية لا تتم في الغالب بحركة حروف واحد. يعني أنت العملية الواحدة سأنطق حرف واحد تجد عشرات الجهاز النطقي يشتغل، العضلات، حجاب الحاجز، الأنف، اللسان، كثير من أعضاء النطق تشتغل، الشفتان. فإذا إنتاج الصوت مو بالضرورة عندما نقول مثلا هذا حرف شفوي المقصود به فقط الشفتان، لا، حتى الفكوك تشتغل. يعني عندما أقول مثلا جاءوا بس هذه العضلات اشتركت ولا ما اشتركت؟ اشتركت عضلات الوجه. عندما أقول الألف مخرجه من الألف من الجوف،
الجوف يعني هذا الجوف بين الفكين. لما نقول جاء، هذا هسه اللسان ما اشترك اللسان. وضع اللسان لما يكون بالالف غير وضعه بالياء، غير وضعه بالواو. اذا الذي اريد ان اقوله ان كثير من اعضاء الجسم او اعضاء الجهاز النطقي يشتركون في انتاج الصوت للبشر. يكون عملية إنتاج الأصوات اللغوية لا تتم في الغالب بحركة عضو واحد من أعضاء آلة النطق التي منها ما هو ثابت مثل سقف الفم والأسنان. حتى سقف الفم يشترك، هو ثابت لكن يشترك، لأنه مثل الغار، مثل القبة أو مثل الغار. والأسنان تجويف الأنف. يعني الآن أنت عندما تكون مزكوما تستطيع أن تخرج النون والميم بشكل صح. النون يصير ميم صح؟ سلام. إذا هنالك أعضاء هي ثابتة لكن تشترك في التصويت. الفم، الأسنان، تجويف الأنف، ومنها ما هو متحرك مثل اللسان والشفتان أو الشفتين واللهاب. ولا بد من التقاء الذكر، ولا بد من التقاء العضوين أو اقتراب أحدهما من الآخر لاعتراض النفس. الأعضاء أحيانا تقترب وأحيانا تصطدم وأحيانا يحدث فيها شنو في مجرى الهواء تضييق حتى ينتج الصوت. ويمكن تلخيص ما سبق بما يلي. خروج الصوت يأتي مترافقا مع الزفير. يعني عملية الشهيق هي عملية شنو؟ سحب الهواء. الصوت من يطلع من عملية إطلاق الزفير والتحكم في مجرى الهواء. التحكم في مجرى الهواء من حيث تضييقه أو انسيابيته بحرية. لا بد لخروج الصوت من وقوع تصادم بين أعضاء النطق، وفي ذلك قال المرعشي في جهد المقل: إذا خرج الهواء بتصادم لآلات النطق كان صوتا. شوف، إذا الصوت ينتج شنو؟ بالتصادم. بينما النفس عملية سحب هواء دون تصادم، وعملية الشهيق هي عملية بدون إرادة. يعني أنت تتنفس بدون أن تقرر قرارا. والإنسان لو كان لا يستطيع أن يتنفس يعني بإرادته، يمكن كان أغلب الذين يريدون أن يزهقوا أنفسهم بالانتحار يمكن كان يمنع نفسه من الهواء خلال لحظات الموت. فإذا الشهيق هو عملية سحب هواء. الصوت ينتج عن طريق شنو؟ طرح الهواء. إذا خرج الهواء بتصادم لآلات النطق كان صوتا، إذا كان التصادم من آلات مخصوصة وبكيفيات مخصوصة كان كلاما. هذا الصوت عندما يكون بكيفية معينة يتحول إلى ماذا؟ مجموعة الأصوات تشكل ماذا؟ تشكل كلام. 3. يتشكل الكلام والحرف من انقطاع هذا الصوت. الصوت عندما يضيق مجرى أو يحدث تصادم، أين انقطع الصوت؟ هو هذا الحرف. الآن لما أقول الآن ماذا أصدرت؟ أصدرت حرف الباء. تمام؟ قطع وين؟ قطع عند الباء. هذا مقطع صوتي مكون من ألف همزة باء. وين انقطع الصوت؟ بالباء تكون مقطع صوتي. حيث انقطع الصوت فلذلك نقول الباء وين انقطع صوته؟ وأين انقطع صوت الباء؟ بالشفتين. إذا مخرج الباء وين؟ في الشفتين. أو وين انقطع؟ فثم مخرج. فحيث ما انقطع الصوت كان الحرف والمخرج. قال الإمام القرطبي في الموضع. هذا الإمام القرطبي عبد الوهاب القرطبي غير المفسر المالكي، صاحب كتاب أحكام القرآن. يعني هذا صاحب كتاب موضح في علم التجويد. قال الإمام القرطبي في الموضح: الحروف مقاطع تعرض للصوت الخارجي
مع النفس ممتدا فتمنعه من وصوله لغايته، فحيثما عرض الصوت سمي حرفا. إذا لا بد الصوت حتى ينتج لا بد من وجود ماذا؟ وجود اعتراض أو تغيير أو تصادم. وسمي ما يحاذيه من الفم واللسان والشفتين مخرجا. إذا نفهم أن لكل يعني مجموعة من الحروف لها مخرج. هذا المخرج حين ينقطع الصوت عند ايش نسميه؟ نقول هناك مخرج. الآن نقول أين انقطع؟ إذا المخرج من الشفتين. عندما أقول الألف جاء، أين مخرجه؟ الألف ما أعرف وين، لكن هو في جوف الفم، في جوف الفم. جاء ما نجي متركها، لا بس الألف جاء جيا. فلذلك نقول هذه أحرف المد الثلاثة جاء أو جي أو سو، نقول عليها مخارج مقدرة. بالضبط وين ما أعرفها، لكن هي في الجوف. أحد عنده سؤال إخواني؟ إخواني نبدأ في مخارج الحروف. حقيقة مخارج الحروف يعد من أهم الفصول، لأنه كما أسلفت وقلت أن اللغة الشعبية أو العامية غيرت معالم النطق العربي الفصيح، وبالتالي كثيرا من الحروف لا ننطقها بالشكل الصحيح. كثير. عندما نبدأ بالختم سترون كيف أن اللغة العامية سيطرت على عقولنا ونطقنا. 90% من الجالسين أمامي لا يستطيعون نطق الحركات الثلاث بالشكل الصحيح. فلذلك يعني دراسة المخارج مهمة جدا لمن يريد قراءة القرآن الكريم. سأبدأ بتعريف المخارج. المخارج جمع مخرج، وهو في اللغة اسم مكان لمحل تولد حرف أو أكثر. إذن هو شنو اسم؟ مكان. المكان الذي يتكون ويتشكل عند الحرف نقول مخرجه في المكان، مخرجه في الشفتين، مخرجه في اللسان، مخرجه في الحلق، مخرجه في الجوف، وهكذا. إذا المكان الذي ينبع ويتشكل عنده الحرف نسميه مخرج. في الاصطلاح هو محل خروج الحرف، محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به. يعني وين ينقطع الصوت فثم مخرجه. احنا قلنا قد يعني تشترك في إنتاج الحرف أكثر من عضو، لكن أين ينقطع الصوت فثم مخرجه. وين ينقطع الصوت؟ يعني الآن مثلا أقول مثلا من قرمير، سلام القاف ومن أقصى اللسان، بس ألا توجد أعضاء أخرى اشتركت؟ سنأتي على دراسة أكيد أو أعضاء أخرى اشتركت. ابتداءً
من الحجاب الحاجز اللي دفع الهواء للرئتين وضرب القصبة الهوائية وضرب الحنجرة واهتزت الحبال الصوتية واللسان اتخذ وضعا معينة، لكن هذا كله ما نذكره، نذكر أين انقطع الصوت، هو هذا المخرج. فأقول إبقى أقصى اللسان، سلام، أقصى اللسان. إذا وين ينقطع الصوت هو المخرج، لكن أنا لا أناقش ما هي الأعضاء التي اشتركت في إنتاج هذا الصوت. وين ينقطع الصوت؟ لا، إبقى، وين ينقطع؟ أقصى اللسان، وسط الحرف، وهكذا. لذلك يقول هو محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غيره، يتميز به عن غيره. طيب احنا راح نشوف اخواني، نرى كل مجموعة حروف قد تخرج من مكان واحد، بس حروف الحرف كم حرف؟ كلها تخرج من الحرف، تمام؟ لكن نلاحظ صوت الهمزة يختلف عن صوت العين، صوت العين يختلف عن صوت الهاء. إذا لا بد من وجود مقياس آخر للحروف المتحدة في المخرج. الحروف المتحدة مخرجيا الآن عندي 6 أحرف كلها تخرج من الحلق، صح، من وسط الحلق، من أقصى الحلق، من أدنى الحلق، لكن كلها من الحلق، لكن أصواتها متباينة. طيب ما الذي جعل هذه الأصوات متباينة ومخرجها واحد؟ هي الصفات. مرات تشوف 2 إخوان توم الشعبي، لكن ندقق لابد أن ترى هذا باختلاف عن هذا، صح؟ أو تشوف بالشارع مرات واحد يشبه شخص، تقول له أنت فلان، يقول لك لا أخي عفوا، يقول له آسف والله أنا شبهتك على فلان، يقول لك لا أنت مشتبه، صح؟ يقول لك أنت تقريبا خلينا نقول 80 إلى 90% أكو شبه، لكن أكو لابد أكو توجد فوارق بين هذين الشخصين. توأم مستحيل أن يكونوا 100%، لابد وجود فوارق بنسبة 10-15% بين التوأمين. أنت لازم تدقق يلا تميز، بس أنت من خلال النظرة الأولى تقول هذا مثل هذا، بس هو في حقيقته هذا يشبه هذا بس مو مثله. ولذلك ربنا جل وعز في سورة الأنعام قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من نخيل وأعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. ايش قال عن الزيتون والرمان؟ قال مشتبه وغير متشابه. تبي تتابع الآن المزارع الحاذق يميز ما بين شجرة الزيتون وشجرة الرمان، بس مثلي ومثلك هاي شنو؟ لا رمان، لك لا مو من الزيتون. الورقة مال الزيتون تشبه ورقة الرمان بنسبة خلينا نقول 70-80%. جيب ورقة اللي عنده زيتونة بالبيت وخليه يصفى ورقة مال الرمان، شو نسبة 70% متشابهة مشتبهة، بس هاي مشتبهة وهاي. فربنا سبحانه وتعالى المعرض الذي يتحدث عنه في بيان النعم هو إمتاع النظر، مو قضية طعام. ولذلك بعد الآية قال انظروا وقال كلوا، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. بينما في الآية اللي بعدها قال متشابها وغير متشابه، قال كلوا ثمره إذا
في الفرق. لما شيئان بهما نسبة من الشبه الكثير إلى حد الاشتباه، قال مشتبها وغير متشابه. بس المتشابه غير المشتبه. المشتبه يعني متوهم، فلذلك قال انظروا، لأن القضية قضية شنو؟ امتاع النظر. فقال انظروا النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب، شايفين العنب شلون صفار، والزيتون والرمان، قال مشتبها. الزيتون والرمان مشتبه غير متشابه. إذا المشتبه مو مشابه، في فرق. بس المتشابه لا يوهم. بس المزارع الحاضر يميز، بس باع من بعير هذا رمان وهذا زيتون، بس أنا وياك لا نشتبه عليه. طيب، إذا محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق به فيتميز به عن غيره. قلنا لما مخارج تنبع من مكان واحد كيف نميز بينها؟ عن طريق الصفات. سيأتي ذكرها. كل حرف يمتلك 5 صفات، سنأتي على ذلك بالتفصيل، وهو من المباحث الأساسية في علم التجويد. قال عنه الإمام ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذن اللي يمتلك الفصاحة هو اللي يميز ما بين الحروف. أنت تجوز تسأل نفسك الكثير منكم تقولون ليش دول كبار القراء المجودين يجي نطقهم حلو وجميل؟ قد تقنع نفسك وتقول أصواتهم جميلة، صحيح، لكن ليس كل من امتلك صوتا جميلا عرف بهذا الفن، صح؟ تمام؟ كثير من الناس لها أصوات جميلة. السر يكون وراءهم الفصاحة. وأفصح من نطق بالضاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا عثمان عندما أراد جمع القرآن الكريم وشكل اللجنة الرباعية ومع لجنة ثمانية مساندة، قال أيكم أكتب؟ قالوا زيد بن ثابت. قال أيكم أعرب؟ يعني نطقه يعرب، يعني حركاته ومخارج وصفات كلها مرتبة ونظيفة وجميلة. قال أيكم أعرب؟ قالوا سعيد بن العاص. قال فليملي سعيد، يقرأ سعيد وليكتب زيد. الفصاحة يحتاج لها دربة. ولذلك ابن الجزري رحمه الله قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني انت بينك وبين المتقن وغير المتقن. المتقن هو اللي يحاول مرة مرتين، مثل اللي يسوق أول مرة يضرب الرصيف ويوقع، بعدين كذا، ولا يحاول مرة ومرتين إلى أن بعد ذلك يصل إلى مراده ويكون حاذقا متقنا. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بين الإخوان من أجل ذلك نحن نهتم بدراسة المخارج والصفات، لأن هو المادة الأساسية. الآن هذا أمامكم القاعة مكونة من ماذا؟ اللبنة الأساسية مالتها طابوق، صح؟ إذا لبنة وضعت، ثم بعد ذلك هندست بطريقة، ثم بعد ذلك كسيت، ثم بعد ذلك أضيف عليها من الأمور الأخرى حتى بدت جاهزة وجميلة ورائعة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا
ثم جعل فيه موضعا لم يتممه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام موضع لبنة، بس فقط لبنة. فكل إنسان يطوف في هذا البيت يقول والله ما أجمل هذا البيت لولا أن في هذا المكان لو أكمله. يقول عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا أخواني، عملية الإتقان وعملية الفصاحة تبدأ من أول شيء نتعلم كيف ننطق الحروف بالشكل الصحيح. بس الآن في حياتنا الدارجة المجتمع شوف أنا أقول هل يوجد في اللغة العربية صوت اتش؟ أقول هذا سي اتش في اللغة الإنجليزية يساوي حرف الاتش. This is a chair. تمام؟ اتش. فاجتباه. شقد نسمعها في المساجد ومن أئمة المساجد. فتش. هذا شنو؟ هذا فتشي وفكي. فتشي فكي. فاجتباه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد بس طلع حرف الزاي موجود باللغة العربية، لكن فاجتباه شلون؟ ما عندنا في اللغة العربية شيء اسمه صوت اسمه اتش. ما يقال بالفرنجية سي اتش بالإنجليزي. ما طيب مجتمع يقول المجتمع صح؟ تمام؟ نستعمل هذا ولا ما نستعمل؟ مجتمع عند المجتمع. فكثير من الأمور أخواني نشوف أنه نطقنا بسبب العامية فقدنا فصاحتنا وفقدنا لغتنا، وهذا ما يصل إليه الأمر. لذلك وحدة البناء هي إنتاج الحرف. أنت لما تنتج حرف صح، الكلمة مكونة من ماذا؟ من عدة حروف. لما كل حرف تنتجه صح، فمن اضطر لاحظ الضاد فمن اضطر، يجي واحد يقول لك فمن اضطر هي شنو؟ فمن بضاد منفك عن الضاد الطاء. فمن اضطر الضاد منفك عن الطاء، والكسره مال الثماني مختلسه. والفمن اضطر هي شنو؟ فمن اضطر في مخمصة مخمصة، لا قل ما صاد واصعد بالصاد مخمصة. هذا النطق الفصيح. العرب يقول مخمصة، ما يقول مخمصة بدي مخمخة يعني مخمصة. فمن اضطر وفي قلوبهم مرض، في قلوبهم هل ترى من فطور؟ صار فطور مال رمضان من فطور. إذا عملية بناء الكلمة من حيث كونها فصيحة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على إنتاج كل حرف في هذه الكلمة. وبالتالي نحتاج إلى تعلم المخارج. واحد يجيب هاي متكلف نسمعها وسامعيها، دول جماعة التكلف الله يسامحهم، ولا يحسن قراءة الفاتحة، ولا يريد أن يتعلم، ولا يريد أن يثني ركبتيه ويتعلم، لكن همه الأول والأخير والانتقاد فقط. يعني معقول النبي؟ إي والله النبي معقول. إي والله هذا الكلام الدارس والله كل النبي هو النبي. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال اقرأوا كما علمتم. وهذا هذه أحكام هذا الكتاب علماءنا نقلوه، وهذا
هو كتاب معاصر لكن استنتج واستخلص من كتب الأقدمين، وكتب الأقدمين كلها تبين لنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق الحروف. بل وصل بهم الأمر أنه نقلوا لنا ظواهر صوتية بالحركات بهيئة الشفاه كما هو في الإشماع. ما لك لا تأمنا، هذه الحركة تأمنا هذه نقلها الصحابة رضي الله عنهم. أنت ليش مستعجل تعجب؟ لكن أكو بعض الناس سبحان الله عنده حساسية، يدرس كل العلوم إلا القرآن الكريم، كل العلوم يدرسها إلا القرآن الكريم، لا يحفظه ولا يتعلم قراءته. والله هذا محرم. يجيك واحد يقول لك يعني احنا راح ننشغل، افتح فمك وسوي الشفايف يجي وهذا مجهور. هاي بالبداية بس، لكن بعد ذلك ستصبح عندك شو؟ عادة. يعني الآن أنا من أقرأ أفكر الضاد شلون أنطقه والضاء شلون أنطقه، عادة. أشبهها بالضبط مثل الإنسان لما يتعلم سياقة أيام زمان، أيام الجير العادي مو السن. الجير العادي بالبداية يعلمونها شلون، حتى لما الجير شلون يقدمها وهي الكليج، يقول لك ما يصير أنت بدل الجير إذا ما تدوس كليج، صح؟ وكل تبديلة نمرة لازم تدوس كليج، تمام؟ والبوابة الوراية يسرى ويمنى، مو هذه العملية بالبداية خلال أسبوع تتقنها أسبوعين، بعدين من السوق تحكي أنت وزميلك وأنت تبدل جير وتدوس كليج وأنت ما تدري بنفسك، صح؟ لو تصبح عادة عندك. فلا يجي يقول هذه تشغلنا عن التدبر، والله لا تشغله، لأنها ستصبح عندك شنو؟ سليقة. تصبح عندك سليقة ما تحس، أنت بعدين ما تحس، تبدأ تنطق الحروف، وإذا أحد نطق الحرف أمامك خطأ رأسا يأشر عندك بورد، بالبورد يأشر عندك بورد، حيكون بورد براسك، رأسا يفتح لك بورد. وجه صادق؟ والله يشتغل هو رأسا عندك. ايه شوف انه الامام ترى ده يقرا مو صح. من يقرا فمن اضطر في مخمصة غير مهشك القراءة، لا النبي ما كان يجي. ابن مسعود رضي الله عنه عندما جاء هذا الأعرابي وقرأ أمامه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فقرأ الفقراء مرسلا يعني ما مذهب، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله، وهذا الحديث في سنن أبي داود حديث صحيح. قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله. قال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن، شلون قرأك إياها؟ فمدها قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فمدها. قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله. احنا الآن في بعض مساجدنا والله اسمع يقرأ الفاتحة غير المغضوب والشخطة المشالة، المغضوب هي مغضوب بالضاد وليس بالضاد، عليهم برواية حفص، ولا الضالين صارت الباقين، ضالين ظل من بقية، ولا الضالين حتى ما انتهى المرض. يقول لك صلاة صحيحة أو صحيحة؟ أقول له صحيحة بس النبي ما قرأ شيء. وعلى قول عند الشافعي صلاتك لا تصح، يعني تبدلت المعنى. الضالين يعني الباقين، والضالين يعني التائهين الضلال، بدلت وغلط صلاتك. ليش ما تتعلمون؟
عندهم حساسية من التعلم. أول ما يقول صلاتي صحيحة لو مو صحيحة، إذا ما سوت أقول لها هاي مو قراءة النبي، يقول لي صلاتي صحيحة لو مو صلاتي صحيحة. طيب شيء بعد النواقض إخواني؟ خلاص إذا نأخذ تعريف إذا نقول مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذا الذي يتقن المخارج والصفات يكون نطقه ماذا؟ فصيحا. ليس إخواني، ليس من العين على مسلم ينتمي إلى دين الإسلام ولا يعرف قراءة كتاب ربه، والله يعبت العيب. وإحنا عرب وما يريد يتعلم ويجادل، ويجيك أمريكي أو سوفيتي يحفظ القرآن كاملا وهو ليس عربي، لا يتقن العربية. والله تسمعهم في المسابقات من نفسك تخجل، وأئمتنا ما يحسنون قراءة الفاتحة، مو كلها البعض. إذا الحرف صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. الحرف صوت معتمد، هذا الصوت يعتمد على ماذا؟ على مخرج. إذا الصوت من يكون ما بمخرج هذا مو حرف. هذا شنو؟ هذا مو حرف. يعني الآن نقول هذا مو حرف. هذا لا يعتمد على شنو؟ على مخرج. لازم مخرج إما مقدر أو شنو؟ الصوت الذي لا يمكن لنا أن ننسبه إلى مخرج، هذا شو نسميه؟ هذا مو صوت، هذا عفوا مو حرف، هذا صوت. الآن الحيوانات تصدر أصوات، نقول أنا ما لها مخارج، نقول لها أصوات. لما يكون الصوت يعتمد على مخرج، هذا المخرج محقق أو مقدر، شو نسميه هذا؟ نسميه حرف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب